عايزه احكي لكم ستوري تايم وانا بعمل معاكم الكيكه. عايزه احكي لكم بقى ايه مأساتي مع الانبوبه، لان انا ما عنديش غاز، والناس اللي متابعاني عارفه ان انا ما عنديش غاز وعندي انبوبه، وعندي مشاكل مع الانبوبه زي مشكله البطاطا كده. فالناس اللي ما شافتش الفيديو بتاع البطاطا تروح تشوفه وهي هتعرف انا بتكلم عن ايه. من ضمن المشاكل اللي بتقابلني بقى مع الانبوبه وهي ايه، وهي ان انا ما ينفعش كأم وست بيت ان انا اختار اعمل كيكه في اي وقت من الاوقات كده. هتقولوا لي ليه؟ هقول لكم علشان خاطر الكيكه محتاجه طبعا الفرن. فلو انا الانبوبه عندي في الاخر ودخلت الكيكه الفرن، فطبعا ممكن الانبوبه تفضى عليها، وبكده هيكون بقى ايه عليه العوض ومنه العوض في الكيكه. فبناء عليه علشان اعمل كيكه لازم يكون في شروط، يا اما اكون لسه مغيره الانبوبه ومتاكده انها مليانه، او تكون على الاقل وصلت لحد نصها كده مثلا بس لكن ما عدتش النص علشان اتاكد ان هي مش هتفضى عليا، او يكون بابا البنات موجود عشان لو الانبوبه فضيت يغيرها لي على طول، لان انا للاسف ما بعرفش اغير الانبوبه، او بمعنى اصح بخاف اغير الانبوبه. فالشروط دي كلها لازم تكون متوفره معانا عشان اقدر ان انا اعمل كيكه، والبيت كله عارف كده والبنات عارفه كده. فاستحاله ان البنات تطلب مني ان انا اعمل كيكه والانبوبه عدت النص، علشان عارفين ايه اللي ممكن يحصل. هتعب في الكيكه وههدر مقادير، وفي الاخر هندخل الكيكه الفرن ونبص نلاقي الفرن اتطفى على الكيكه، وبناء عليه الكيكه خلاص باظت مننا وما نجحتش، ويعني هتترمى في الزباله. فعلى ايه ده كله؟ فاحنا الكيكه عندنا يا جماعه بمواعيد زي ما بقول لكم كده. فعلى قد ما الكيكه سهله، بس للاسف احنا عندنا لازم ان احنا نعمل لها خطه الاول. وبيني وبينكم يعني انا في الاونه الاخيره كده للاسف الشديد، يعني ربنا يعفي عني وعنكم، صحتي كده بقت على قدي. وبما ان صحتي بقت على قدي فبقيت بكسل اعمل حتى صينيه الكيكه، وببقى عايزه اعمل الحاجات الضروريه والاساسيه بس. فموضوع الانبوبه بالنسبه لي في الموضوع ده يعني يعتبر الى حد ما فايده ليا، ما هوش ضرر، يعني قد ما هو ضرر للبنات. فبما اننا بقى مغيرين الانبوبه بقالنا يومين، فالبنات طبعا عارفين النظام، فقعدوا يزنوا يزنوا: يا ماما عايزين كيكه، يا ماما عايزين كيكه، الانبوبه لسه متغيره الحقيقه قبل ما تفضى. فما كدبتش خبر وقلت يلا ابسطهم واعمل لهم الكيكه. فهم بقى كان نفسهم في كيكه بالشوكولاته، فقلت طبعا انا هعمل لهم اللي هم نفسهم فيه، لان الموضوع ما بيتكررش كتير زي ما حكيت لكم كده وقلت لكم. وكمان يا عيني علشان خاطر هم عندهم حرمان من الموضوع ده وبيعيشوا معاه مأساة كبيرة جدا، فقالوا لي لا بقى ده انت هتعملي لنا كيكه، تعملي لنا كمان صوص شوكولاته نحطها على الكيكه. قلت لهم عينيا وماله، تطلع بس الكيكه من الفرن بالسلامه ونطمن ان هي ناجحه وزي الفل، وبعد كده على طول اعمل لكم احلى صوص شوكولاته انتوا عايزينه. هتقولي طب فين المقادير؟ هقول لكم انا اصلا مش عامله الفيديو ده علشان اعلمكم ازاي تعملوا كيكه، انا عامله الفيديو ده علشان اشتكي لكم همي وهم البنات مع حرمانهم من الكيكه ومأساتنا مع الانبوبه. بس لو عايزين المقادير اكتبوا لي في الكومنتات، هروح بقى ادخلها الفرن واقعد كده ارتاح شويه لحد ما تطلع من الفرن واطمن ان هي نجحت، وبعد كده اعمل لهم بقى صوص الشوكولاته. واخيرا طلعت الكيكه من الفرن بعد طول انتظار واشتياق، يعني بعد ما البنات بقى ايه كانوا نفسهم فيها جدا، والحمد لله طلعت ناجحه قوي قوي زي ما انتوا شايفين قدامكم كده. وكمان عملت لهم بقى الصوص اللي نفسهم فيه علشان ما بقاش خليت في نفسهم حاجه بعد الحرمان يا عيني اللي هم شافوه. تعالوا اوريكم بقى شكلها كده، بصوا ايه رأيكم؟ تحفة، خطيرة بجد. تعالوا نحطها في الطبق كده عشان تبان اكتر. مش قادرة بقى اوصف لكم قد ايه هي طرية وهشة وكلها شوكولاتة وريحتها كمان تحفة. نحط بقى عليها شوية صوص ونروح كده علشان ناكلها. احلى بقى صوص شوكولاتة بمنتهى السهولة، ما اخدش مني دقايق وبقى جاهز على طول. فطبعا كان لازم انفذ لهم كل طلباتهم واعمل لهم كل اللي نفسهم فيه، لان الموضوع مش بيتكرر كتير. شايفين بقى الجمال؟ ايه رأيكم؟ لو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير، واشوفكم على خير.